السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون تمام. ويلكم تو شانل ليشا ديستنكتيف. طبعا رجعت لكم فيديو مرة حلو ومفيد، هو سلسلة العودة للمدارس او باك تو سكول. اوكي، طبعا سواء كانت العودة للمدارس ممكن يعني سواء متوسط ثانوي جامعة، ممكن هذا الفيديو يفيد اكثر شيء البنات اللي مقبلين على مرحلة جديدة. معليش الفون. ممكن يفيد أكثر شيء البنات المقبلين على مرحلة جديدة، يعني مثلا واحدة لسه رايحة المتوسط، واحدة لسه رايحة الثانوي، أو واحدة لسه رايحة الجامعة. لأنه ممكن ليش بيفيدهم أكثر؟ لأنه ممكن تكون مقبلة على مرحلة جديدة ما هي عارفة إيش المهم أو إيش النقاط، خصوصا لو مرحلة جديدة، معلمات جديدات أو دكتورات جديدات، صديقات جديدات، كل شيء يعني غير عليك. طيب، فإذا حلو معي يعني إذا معك صديقاتك فهذا شيء حلو، بس إنه لو ما معك صديقاتك إيش تسوين؟ أوكي، راح نتكلم عن 4 نقاط جدا مهمة لما يعني تجي المدرسة. جدا مهمة إن هذه النقاط أنت تسوينها علشان يكون يعني تنجحين في نبدأ بالنقطة الأولى اللي هي مثل ما أنتم شايفين كلينر اللي هي يعني النظافة الشخصية. النظافة الشخصية جدا مهمة يا بنات. طبعا إنه شيء حلو يكون تكونين رايحة المدرسة أو الجامعة بشكل جدا حلو، بشكل جدا مرتب، سواء كان بالشكل الخارجي أو نظافة الجسم وزي كذا. طبعا راح أعرض عليكم مجرد منتجات أنا أستخدمها في النظافة الشخصية وأنا جدا حابتها. طبعا النظافة الشخصية سواء كانت في الشعر، في البشرة، أو في الجسم. طيب، أنا أستخدم هذا الديودرنت مثل ما أنتم شايفين، جدا حلو، متوفر في كل مكان، في السوبر ماركات، في الأسواق، وسعره ب12 ريال بس، ويطول عندكم يعني ممكن يجلس قرابة سنة. فأنا أحب هذا أستخدمه للجسم. طيب، هذا أيضا غسول للجسم. اوكي، مثل ما انتم شايفين. طبعا أنا أستخدم هذا الغسول وجدا حلو ومرتاحة عليه. هي مجموعة عطورات كانت تقريبا جايتني هدية وجدا حبيتها. طبعا مجموعة عطورات مثلا تجيك سكراب، تجيك غسول، تجيك بودرة، طبعا في كل مكان متوفرة، فأنت اختاري النوع اللي أنت حابته. مجرد أنا أعرض عليكم الأشياء اللي أنا حبيتها أو كنموذج يعني. أوكي، طبعا هذه للجسم. أيضا النظافة كمان تكون بالأسنان، يعني النظافة بشكل عام. يا الله سبحان الله، لما جيت أصور جتني الرسائل. استخدم للبشرة هذا المقشر I love it، حبيته بشكل يعني مرة حلو. طبعا هو ما هو ريفيو، بس انه بسرعة بتلاقونه في صيدلية وايت متواجدة في كل الفروع تقريبا، في المولات اغلب شيء، وسعره تقريبا 15 ريال، يعني حلو. فانه خصوصا لو انتي مرحلة جديدة، متوسط او ثانوي، يعني تحتاجين ميزانية بس مو مرة، فحلو انك تشترين اشياء حلوة تفيدك وتخدمك، بس سعرها يكون معقول، ما تكون غالية، فحبيته. اوكي، طبعا نظافة الاسنان، معجون وفرشاة، يعني اتوقع انه الكل عنده معجون وفرشاة، ما هو شيء يعني غريب. فانا استخدم كريست. طبعا انتي استخدمي اي معجون او فرشاة انتي مرتاحة عليهم، فرشاة عادية. اوكي، هذه النظافة. طبعا لما يكون شكلك، انا اعتبر النظافة، أنا عندي 4 نقاط. النظافة هي الأولى، لازم النظافة فوق كل شيء يا بنات، لأنه أساسا إذا أنت كنتي نظيفة يعني عشان الناس ما يتضايقون مثلا منك، أو إنه يكون شيء مو حلو. إيش رأيكم نشوف النقطة اللي بعدها؟ إليجنت. طيب، إليجنت أناقة. طبعا إنه حلو يكون شكلك أنيق في السكول أو في المدرسة أو في الجامعة. الأناقة شلون؟ غير عن النظافة. أنا أعتبر النظافة الأول ثم الأناقة، لأنه مو شرط إنه تكونين واو
يعني مرة أناقة، بس مهم إنك تكونين نظيفة، يعني تكون نظافتك الشخصية كويسة. الأناقة يعني شلون؟ إنه يكون لبسك حلو مرتب، شعرك مرتب. فرق بين مرتب وفرق بين نظيف. شعرك مرتب، تلبسين اكسسوارات ناعمة حلوة، يعني انه بعضكم ما يشوف هذه مهمة او ما يحب، بس انا افضل انه حلو مثلا لو تروحين للسكول او الجامعة وتلبسين لك اكسسوارات انت حبتها. طبعا حلق حلو يعطي البنت، انا احس انه شيء مهم بالنسبة لي الحلق، يعني احس انه يخليني كيوت، احس شكلي يصير حلو شكلي. فيعني أنا ممكن البعض ما يأيد هذه الفكرة، ما يحب، لأنه خير أنا رايحة مدرسة، بس أنا ما أقول لك البسي حلق أوفر حق زواج أو حق مناسبة، لا مثلا عندك زي كذا تكون أشياء جدا بسيطة يعني حلوة. فهذه الحلاق حقت أولدو أحبها، وحلو سعرها، فإنه الحلق أكيد مو صعب إنه تلاقونه. ممكن السكول يناسبهم، بس يعني المدرسة بس ممكن حلق بس أو ساعة. بس ممكن لو كنتي جامعة حلق ناعم، ساعة ناعمة، إكسسوارات ناعمة، سلسال ناعم. أنا أشوف هذا يعني للجامعة، بس يكون بشكل ناعم. طبعا الشعر، نجي الحين أناقة الشعر، لازم يكون شكلك حلو، لأنه في بعض البنات تروح شعرها يعني لسه تقولين يعني قايمة من النوم على طول جاية المدرسة، لا لازم يكون شعرك حلو. طبعا ممكن البعض يفهم كلامي انه لازم تكون تسريحة واو، لا مثلا كعكع، بس تقول كعكع مرتبة، يعني تسريحة ديل حصان، مثلا تسريحة ديل حصان، يكون شكلك حلو علشان اللي يشوفك ينفتح نفسه. كمان انه الجزمة اللي انتي تلبسينها وانتو بكرامة لازم تكون حلوة مرتبة، مو متقطعة مو خربانة يعني. نفس الشيء لو كنتي جامعة، ملابسك لازم تكون حلوة مرتبة، لازم تكون أنيقة شيك، وأيضا المدرسة لازم يكون المريول حلو ومرتب. طبعا خلصنا من النقطة الثانية اللي هي الأناقة، خلنا نشوف النقطة الثالثة اللي هي كمان مهمة. طبعا هذه النقاط كلها مهمة، بس أنا رتبتنا. طبعا نجي الثالث أهمية في الجامعة، اللي هي انه كيف اكون اجتماعية مع الناس وكيف اكون صداقات. طبعا الصداقات ما هي مرتبطة فقط بصديقاتي، لا، انه لازم تكون علاقتي حلوة مع الكل في الجامعة او في المدرسة، يعني من ناحية دكتورات او معلمات او صديقات، مشرفات، موجهات، بشكل عام يعني. طبعا اول شي عشان تكونين يعني يكون عندك صديقات، لو كنتي طبعا مثلا انت رايحة جامعة مرحلة جديدة، ممكن صديقاتك ما يكونوا معك في نفس الجامعة، فشوي صعب، أو في نفس المدرسة. فأول شي عشان تكونين صداقات، حاولي قد ما تقدرين إنه ما تكونين انطوائية. فممكن البعض يكون مثلا انطوائي، تكون هي شوي انطوائية، بعدين تقول أنا ما كونت صديقات، ما قدرت أكون صديقات. أكيد أنتي ما قدرتي لأنه أنتي انطوائية. فحاولي شوي تدخلين مع البنات، حاولي إنه تطرحين سؤال، أو شوي تطرحين سالفة، وتكون شوي خفيفة الظل. بس في نصيحة مني، لو حسيتي انه مثلا دخلتي مع بنت حسيتي انه هذه البنت ما هي متقبلتك، فتراجعي، اوكي؟ فانه احسن يعني لكرامتك واحسن عشان ما تكونين يعني نشبة او شيء، او انه تضايقينها، او انه هي ما تقبلتك، خلاص هي ما انا حسيت انها ما تقبلتني من تصرفاتها، خلاص انا ما اجبر نفسي طبعا عليها. هذه طبعا انه كيف اكون صداقات، احاول اني اكون بشوشة، اضحك، اسلوبي حلو، ويعني انه يعني احاول اكون خفيفة الظل بشكل عام. طيب خلونا نشوف الأهمية اللي بعدها، الأوردر، اللي هو هاتوا شايفين اللي هو النظام. النظام يعني إنه كيف أكون منظمة في المدرسة. من ناحية لبسي، تكلمنا عن اللبس، تكلمنا عن النظافة، لا الحين النظام يكون من ناحية إنه لازم يكون عندي جدول أمشي أنا عليه خلال هذه الفترة الدراسية. ليش؟ الجدول يساعدك إنه ما تكونين مشوشة. في مرات بعض البنات اللي ما يمشون على جدول معين، تلاقينها آخر الترم متراكم عليها أشياء، فتكون مشوشة وصعب إنها تخلصها بسرعة، لأنها ما مشت من أول من البداية، فتلاقين كل شيء تراكم عليه في النهاية. فيفضل إنه عشان تكوني منظمة في المدرسة، أنا أفضل إنه يكون عندك نوتة مثل هذه صغيرة، أوكي؟ طبعا هذه النوتة تستفيدين منها إنه تسجلين أي ملاحظة مع معلمتك أو دكتورتك، لأنها صغيرة فتصلح أكثر شي للملاحظات. أوكي، أفضل أيضا أقلام
أنا أحب هذه الألوان. أحس مدري، أحس لما أفتح الكتاب ألقى زي كذا الألوان تفتح نفسي للدراسة. أوكي. أيضا هذا المحدد، هذا أنا أعلم فيه الكلام المهم اللي ممكن تقول المعلمة أو الدكتورة. طبعا أنا لسه مستجدة في الجامعة، يعني لسه ما جربت النظام الجامعة، بس إنه من خلال خبرتي في الثانوي المتوسط فأنا قاعدة أفيد. وأما هذه النوتة الكبيرة، هذه ممكن تفيد إنه تحطين فيها الملاحظات المهمة اللي مثلا تسوين فيها جدولك، مثلا الساعة الفلانية أحل الواجب، الساعة الفلانية أذاكر المادة الفلانية. ويعني حلو لما تكتبين كذا، ولما تسوين الشغلة هذه تحطين عندها صح إنه أنا خلاص سويتها، فحلو. حتى هاي تقريبا أخذتها من مكتبة، تلاقوه في مكتبة جرير من مثل هذه النوعيات وكثير ألوان. كمان شيء ثاني حلو اللي هو يكون عندك ملف. طبعا هذا أخذته من جرير، طبعا هذا الملف صغير فحلو وخفيف، وحلو إنه تحطين بعد في ملاحظاتك لأنه مو كبير ولا هو ثقيل وخفيف، يعني سهل التنقل وزي كذا، وممكن يدخل حتى في الشنطة العادية. طيب الأهمية الأخيرة، أوكي نجي نشوفها مع بعض. حاولي قد ما تقدرين إنه تشترين كل شيء حلو متعلق بالسكول، أي شيء حلو، لأن لما تشترين أشياء حلوة تفتح نفسك للدراسة. يعني مثال على ذلك مثال على هالشيء، يعني إنه مثلا لما تشترين لك دفتر يفتح النفس، تحسين لما تشوفينه تفتح نفسك انك تكتبين فيه. انا كذا صراحه لما اشتري لي نوتة او دفتر حلو احس ودي كذا اكتب فيه حتى لو ما في شيء اكتبه، مدري اتحمس كذا مدري. اما اذا شريتي لك دفتر اي كلام وما هو نفس ستايلك، يعني اي كلام انت ما اخذته، ما راح تنفتح نفسك للدراسه. فعشان كذا انا مثل هذه الالوان دائما اتقيد فيها بالمدرسه، فاحس انها تفتح نفسي يعني للدراسه. مثل هذه النوتة اللي تجيك مثلا يعني عليها رسومات، يعني فحلو انه كل شيء يكون حلو، مثلا الشنطة، الاقلام، الدفاتر، المقلمة. فلما تكون نفس ستايلك اللي انت تحبينه والوان حلوة، الوان تفتح الناس، انت هنا راح تتحمسين للدراسة. حتى ممكن انك تتحمسين تستخدمين هذا الشيء مو عشان شيء، بس عشان انه انت متحمسة عشان حلو شكله. انا صراحة لما شريت نوتة حلوة عجبتني ودي اكتب فيها شيء، بس انا ما عارفة وش اكتب، بس ودي لانه شكله يحمس. فحاولي قد ما تقدرين انه تشترين كل شيء حلو. يعني في بعض البنات ياخذون اي شيء، مو هذه الطريقة ما تحمسك للدراسة، فحاولي انه تشترين اي شيء حلو ونفس ستايلك عشان تفتح نفسك للدراسة. بس تقريبا هذه الأشياء المهمة بالنسبة لي. لو عندك أنتي شيء مهم تشوفينه مهم، يعني تحطينه في الكومنت عشان باقي البنات يستفيدون، وإن شاء الله يا رب إنكم استفدتوا واستمتعتوا من الفيديو، وإن شاء الله يكون يعني استمتعتوا واستفدتوا. طبعا زوروا متجري على الانستغرام، لا تنسوا تسووا لي لايك وفولو في الانستغرام، وكمان لايك وسبسكرايب وكومنت في قناتي. وإن شاء الله يا رب يكون عام حلو عليكم وتنبسطون فيه وتحققون نجاحات أحسن وأكثر يا رب. وبس next week